كان يا ما كان ديك الايام ديال زمان كانوا الناس يعيشوا في امان. هادي اسيادنا قصه ديال 7 بنات رسلوهم عائلاتهم يحطبوا الحطب، وكانت من بين هاد البنات بنيه زينه اسمها هينه. كانت معروفه عندهم في قبيلتهم خصهم يرجعوا للدوار قبل ما تغيب الشمس حيت خايفين من الغول. واحد النهار توافقوا البنات ومشاو يحطبوا، وداك النهار كل بنت من دوك السبعه اش لقات؟ اللي لقات الدبليج، وكاينه اللي لقات الخاتم، وكاينه اللي لقات المشط. كل وحده اجاها في زهرها. هينا لقات مشهب. جمعوا البنات الحطب في الرزيمات وكل وحده هزات رزمتها، ولكن هينا كانت غير كتحرك 5 د الخطوات للقدام كتحل ليها رزمتها. كيرجعوا البنات باش يعاونوها ويكملوا طريقهم، وتعاود الرزمه ديال الحطب تحل ويعاودوا يعاونوا فيها من جديد. ولكن العشيه تعاشت والشمس غابت وخافوا البنات على ريوسهم. كملوا الطريق بلا ما يتلفتوا وراهم. بقات هينه حاصله في الرزمه كتعقد فيها وتعاود. واحد الشويه جات واحد الريح قويه وكان وراها اللي خافت منه، الغول. جاها الغول وعقد معها الرزمه وحط المشهاب في العقده وقال ليها: نهار تجي الشتا والريح والنفانف ونقولك هاينا مدي المشهاد مديه. خافت هينه ورجعت مرعوبه للدار. سولت امها وحكت ليها اللي وقع ليها مع الغول. طمنتها وقالت ليها: ما عندك مناش تخافي، حيرة غير فيه. مشات ايام وجات ايام وكانت الريح قويه والشتا خيط من السما. جا الغول كيف وعد هينه وقال ليها: هاينا مدي المشهاد. كيف سمعاتو هينه خافت وهربات عند امها وقالت ليها: ناري الغول جا، اشنو ندير؟ قالت ليها: قولي ليه. تمدو لك مي. قال ليها الغول: يعطيك الغمة لا انتي ولا هي. هاينا مدي المشهاد. وتمدو لك خالتي. يعطيك الخوا لا انتي ولا هي. هاينا مدي المشهاد. تمدو لك خالتي. يعطيك الخلا لا انتي ولا هي. هاينا مدي المشهاد. تمدو لك عمتي. يعطيك العمى